كيتعرفوا فين بلاصة كيعجب الرجال الصينيين طيبوا وقتها؟ الجواب هو شانغهاي. شانغهاي هي أغلى مدينة مالية في الصين، حياة وخدمة فيها مرهقة بزاف، ولكن علاش الرجال كيبقاو طيبوا حتى من بعد خدمة؟ في الحقيقة حيت الرجال والمرأة بجوج خدامين مشغولين، خاصهم تقاسم الشغل ديال الدار. وزيد على هادشي الناس في شانغهاي كيعطي أهمية كبيرة في الجودة حياة. الناس باللي هم تقال الماكلة مزيانة لراسك هي طريقة باش تستمتع في حياة، وهادشي اللي كيخلي الماكلة ديال شانغهاي مشغولة في الدقة وبالذوق. حتى الرجال ديال تشوتيا منطقة قريب من شانغهاي كيعجبهم طيبو. السبب هو نفس تقريبا، رجال ومراه بجوج مشغولين في خدمه. اما في السيتشوان السبب مختلف شويه، الناس تما كيعجبهم الاجتماع وماكله حاره، وكيطيبوا بزاف حوايج دقه واحده. داكشي كيطلب قول، داكشي علاش الرجال هما اللي كيطيبوا. مع الوقت ولا هادشي عادات محليه. الرجال ديال شاندون حتى هما كيطيبوا بزاف، حيت الماكله ديالهم كتحتاج نجا كبار وتكون قوي. داكشي كيناسب حتى الرجال. دابا الحال كاين مناطق فين الرجال نادرا ما كيدخلوش كوزينه، بحال كواندون وشانسي، حيت الرجال كيدوز اغلب وقت في خدمه وفي فيلاها، وزيد الماكله ديالهم بسيطه، فالمراه هي اللي كتكلف في الطياب. مع وقت الصين ولا الرجال والمراه بجوج خدامين، ودابا ولا العادي يشوف الرجال طيبوا في الدار. دابا سؤال هو، واش اختاري الرجال من شانغهاي حيت ما كيبغيوش يهرب من الدياب؟